الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ومراقبته في السر والعلن، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى تظفرون بسعادة الدارين الآخرة والأولى. روى الإمام الترمذي وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وفي رواية للإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده، قال: احرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أيها المسلمون عباد الله، ففي هذا الحديث العظيم 3 وصايا نبوية عظيمة جليلة، قليلة المبنى، الألفاظ كثيرة المعاني. فيها النجاة في الدنيا من الهلاك والطغيان، وفي الآخرة من الخسران. الوصية الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. فالمسلم الحق هو الذي يحذر كل الحذر من لسانه، لأنه يعلم أنه سيحاسب على كل كلمة يقولها وعلى كل نطق ينطق ويتلفظ به لسانه. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. فحفظ اللسان من الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتباعد عن النار. روى الإمام الترمذي وغيره عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بشرائع الإسلام، فقال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة
سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بما يجمع لك هذا كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان هو المعبر عن بقية الجوارح، وهو الذي ينطق عما في القلب، ولذلك جميع الجوارح تناديه أن يتقي الله فيها. روى الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، جميع الأعضاء تنادي اللسان وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فصلاح الجوارح بصلاح اللسان، ومن حفظ لسانه حفظت وسلمت له جوارحه، واستقام دينه وإيمانه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. فبكلمة واحدة يدخل العبد الجنة، وبكلمة واحدة يقذف في النار والعياذ بالله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يقذف بها في نار جهنم. بكلمة واحدة قد يحصل للإنسان غضب الرحمن. أمسك عليك لسانك، فهذه وصية عظيمة يأمن فيها العبد على نفسه ودينه، ويحصل له النجاة في الدنيا والآخرة من الهلاك والخسران والطغيان. أيها المسلمون عباد الله، من لم يحفظ لسانه عن الكلام فيما لا ينفعه وفيما يضره وفيما لا يعود عليه بمصلحة، فإن أعماله الصالحة تحبط أعماله الصالحة ولو كانت كثيرة، ولو كان من أصلح الناس، ولو كان عنده رصيدا كبيرا من الأعمال الصالحة، وهو غير حافظ للسانه، فإن هذه الأعمال الصالحة والطاعات والقربات والبر والإحسان تذهب هباء منثورا. واسمعوا إلى هذا. روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في الطاعة والعبادة والقربة إلى الله جل وعلا، والآخر مجتهد، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له: أقصر، أي اترك هذا الذنب وتب إلى الله. قال: فرآه يوما على ذنب
فقال له أقصر. قال له أبعدت علي رقيبا، خلني وربي. فقال له هذا المجتهد صاحب العمل الصالح والطاعة والبر والإحسان، قال له كلمة، قال له والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة. قال فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين المجتهد والمذنب، فقال الله للمجتهد صاحب الأعمال الصالحة أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ لأنه أقسم أن الله لا يدخله الجنة أو لا يغفر له. قال له الرب جل وعلا أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر المجتهد صاحب الأعمال الصالحة اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، بكلمة واحدة قد يدخل العبد الجنة، وبكلمة أخرى لا يلقي لها بالا يقذف بها في النار. أيها المسلمون عباد الله، فحفظ اللسان عما لا ينفع الإنسان وعما يعود عليه بالضرر والهلاك والطغيان والخسران أمر صعب على النفوس، يحتاج إلى جد ومجاهدة وصبر ومصابرة، لأن الكثير منا تجده قد يبتعد عن المحرمات والكبائر والموبقات والمعاصي، لكنه لا يحفظ لسانه عن المحرمات وعن الكلام فيما لا ينفع وعن الجدال والمراء وغيرها، وهذا من أعجب الأمور. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحرز والتحفظ عن أكل الحرام وعن الربا والسرقة والزنا والظلم وعن مشاهدة الحرام والنظر إليه. قال لكنه يصعب عليه التحرز والتحفظ عن حركة لسانه، وهذا من أعجب الأمور. فاحفظوا ألسنتكم عباد الله عن القيل والقال، وعن الغيبة والنميمة، وعن الجدال والمراء، وعن الكذب والشتم والسب وشهادة الزور، وعن القول على الله بغير علم، وعن الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، تفلحوا في دنياكم وأخراكم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وله الحمد والشكر على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الوصية الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك. فالبيت في أيام الفتن يعتبر جنة من الجنات، لأنه يقي صاحبه كثيرا من الشرور والآفات، لأن الاجتماعات والخلطة والجلسات في أيام الفتن يصحبها أو الغالب فيها حصول الجدال والمراء والخصام والكلام فيما لا ينفع وفيما يعود على أصحابه بالضرر،
يدخلون في أعراض الناس في الغيبة والنميمة، قد ربما يدخلون في البغضاء والشحناء فيما بينهم، وهذا حاصل. وليسعك بيتك، فالبيت في أيام الفتن يأمن فيه العبد على نفسه ودينه وعلى استقامته. حدثني أحد الأفاضل عن نفسه قال: كنت أحب الاجتماعات والجلسات كل يوم، قال: لكنه كان يضيع وقتي فيما لا فائدة فيه ولا يعود علي بالنفع. قال: كنا نتكلم عن أشياء تافهة نكسب من ورائها الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام. قال: نتكلم في الدنيا فيما يقسي القلب، فيه ندخل في الجدال والمراء والخصام والغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم والسياسات وغيرها. قال: حتى أنه كان يفوتني صلاة الجماعة. قال: واستمريت على هذه فترة طويلة، حتى أنه كان يأتي المغرب بعد الاجتماعات والجلسات وقد امتلأ قلبي هما وغما وضيقا وغيظا وحقدا على البعض لأنه لم يوافقني الرأي وقد خالفني في بعض الأشياء أو قال لي كلمة جارحة. قال: وبعدها تركت تلك الاجتماعات والجلسات فوجدت فرقا كبيرا. كان لا يأتي المغرب إلا وقد سبحت الله وذكرت الله وحمدته وهللته وكبرته وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آلاف من الأعداد. وقرأت شيئا من تفسير القرآن الكريم وشيئا من سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي على المسلم أن يستغل وقته فيما لا يعود عليه بالضرر، وأن يستغله فيما يعود عليه بالنفع والفائدة والمصلحة والمنفعة في الدنيا والآخرة. وليس المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك، أن الإنسان يترك الاجتماعات والجلسات مع الناس والسؤال عنهم، ولكن المعنى أن الإنسان يلزم بيته في أيام الفتن حتى لا يكسب من وراء الاجتماعات والخلطة والجلسات مع الناس الآثام والذنوب والخطايا، وإلا فالجلوس مع الناس والسؤال عن أحوالهم والصبر على أذاهم من أخلاق الإسلام. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وليسعك بيتك، فهذه وصية عظيمة يأمن فيها العبد على نفسه وعلى دينه واستقامته. الوصية الثالثة والأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام: وابك على خطيئتك. تذكر خطاياك، تذكر ذنوبك، آثامك، معاصيك، واندم على فعلها وتب إلى الله منها، وانشغل بعيوبك عن عيوب غيرك، فإن من الحرمان والخسران أن ينشغل العبد المسلم بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه. فتب إلى ربك سبحانه وتعالى فهو رحيم بك، تواب عليك، غفور لك، يعفو عنك سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، فهذه وصايا عظيمة فيها النجاة للإنسان في الدنيا والآخرة، فاجعلوها نصب أعينكم ومحور اهتمامكم، تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه لقوله سبحانه:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أعداؤك يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا من الفساد والمفسدين والظلم والظالمين. اللهم احفظنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل إلا طارق يطلق بخير يا رحمن. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لأهل اليمن من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء نجا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصدقاتنا وصالح أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولمن قام على مصالحه وشؤونه ولمن صلى فيه سابقا ولاحقا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.